الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله بإذن الله هعمل معاكم فرختين. شايفين معاي 2 كيلو من الرز. احنا كل الأكل بتاعنا لازم يكون فيه رز، حتى لو الأكلة برداحي أو الأكلة ما فيهاش أي فراخ ولا أي لحمة ولا أي حاجة من الحاجات دي. لازم نحب الرز. لو هنعمل رز مع سلطة برضو كويس والحمد لله وماشي. معايا 2 كيلو من الرز، معايا فرختين. الفراخ دي انا اللي مربياها، شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجة حلوة ومحترمة وحاجة ما واخداش علاج وحاجة 100 بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الكبداية بتاعتها حلوة خالص بسم الله ما شاء الله. هنعمل الفرختين ومعايا توم ومعايا كمون وفلفل اسود وكزبرة ومعايا مربى اسمها معايا صلصة ومعايا الطبق الحلو ده. ارفع لك لفوق شوية. ومعايا الطبق الحلو ده هحط فيه المكونات بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا الرز. انا قلت معايا الرز. شاطر يا احمد ما اقول له معايا الرز. خد افتح يا رحمة. شاطرة. ومعايا الرز. نقول لهم معايا الرز. ده تحط له فيه شويه ميه صغيرين خالص والرز يكون وناخد اللي فيه خساره. روح ديري شيماء ونحط شويه ميه فيه. هنا معايا الصلصه. انا صبت الصلصه في الطبق ده الصغير الحلو ده. ومعايا هنا كمون. دي كمون وده هنا كزبره بس مش هحطها كلها عشان مش يعني انا باخد كميه كبيره في التوابل الصراحه. والفلفل الاسود او الفلفل الاسود مش هنحطها كلها عشان انا باخد كميه كبيره من اللي بصراحه كده يعني مجرمه في التوابل. احب التوابل تبقى. واخد نص التوم المهروس ده واخلط الخلطه الحلوه بتاعتنا دي. عشان كله جعان وكل ما تقول لي يلا اعملي بسرعه خلصي كله جعان. فانا هاخد الفراخ ديت ارميها في الميه اخليها تتسلق نص سلقه كده او تاخد لها فرتين 3 كده او تغلي غلوتين 3 زيت. معاكم الزيت. هبه ما نقول لهم معاكم الزيت. ارفع الفوق يا روضه شويه يا رحمه. شايفين الخلطه الحلوه دي؟ عاوزين ملح. ريحه ملح يا احمد. حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان قناتنا تنجح. حطوا في لايك واشتركوا في القناة. محمد انا اقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناة. ده محمد الكبير، ده واد محمد الكبير. قول له قول اي حد عاوز يقول يقول. حطوا لايك واشتركوا في القناة. حطوا لايك واشتركوا في القناة. ده احمد ده. بقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناة. ده احمد ده والد ابني. شايفين؟ حطوا لايك واشتركوا. ودي هبه برضه حبيبتي هبه. وحطوا لايك واشتركوا في القناه. وانا ولا هكل ولا همل. هفضل اعمل في فيديوهات كده لما ربنا يكرمنا ان شاء الله. مش زهدانه والله. على الاقل وصل القناه دي عرفتنا بالناس النظيفه الناس المحترمه. مش اسهل. بعدين شغاله على القناه لحد ما ربنا يكرمنا منها باذن الله. وربنا يكرمنا ويدينا المصاريف اللي بنصرفها على القناه. يعني انا مش هسهد. وده فلفل حراق. شايفين؟ احطهم كلهم. خد يا هبه. وده فلفل حراق نحطه على الخلطه اللي احنا نحطها على الفراخ عشان كل واحد ياكل حته كده يبقى يصوت. شايفين الخلطه الحلوه دي؟ هنركنها على جنب لما ندي الفراخ بتاعتنا يعني تاخد. استنى ما تقفش لما اخلص كلامي، ما تبقوش مستعجله. هناخدكم عاد ونطلع كده على المطبخ بتاعنا عشان نحط الفراخ. حط لهم ميه ما تغلي. هحط الفراخ في الميه تاخد لها غلوتين 3 4 كده يعني قد نص سوا. وبعدين هرفعهم على الفرن باذن الله واعمل الرز. ماشي. سلام. هنحط الفراخ بتاعتنا. شايفين؟ نرفع روح هناك عند الحل.
شايفين الوراق بتاعت الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احنا كنا حاطينهم في ميه وملح وليمون. شايفين الستر؟ بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله لما ابيع الفراخ بتاعتي هقول لكم انا بعت بكام باذن الله، ان شاء الله باذن الله. حلو خالص، جدع يا روض، شاطر. بس هنسيبهم كده يغلوا او ياخدوا غلوتين 3 وبعدين هنرفعهم من الشوربه عشان ناخد الشوربه نعمل رز. وبعدين هناخد من الشوربه ونروح نطلع على الفرن نحطهم على الفرن باذن الله. يلا خلاص كده تمام. ورجعنا لكم واحنا بنقشر معاكم الكوسه بتاعتنا. احنا مش مايلين لها في الطبيخ بصراحه، بس احنا هنحطها تحت الفراخ على الفرن، ماشي؟ مش هنحبها في الطبيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتتغسل بعد ما نخلص. هنجيبها بدل مش شحطة كده. شايفين الكوسة حلوة كيف؟ نقشرها ان شاء الله، ننضفها كده ونخلصها ونغسلها وننضفها ونحطها على الفرن باذن الله تحت الفراخ. يلا الموضوع هيطول لما نخلص. وقف يا رب. قطعناهم معاكم، شايفين شكلهم تحفة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين شكلهم عسل. اغسلهم ونضفهم وهرجع لكم. شايفين الكوسة؟ بسم الله ما شاء الله. دي الكوسة ديت شايفينها؟ شكلها تحفة قبل ما تتاكل. محمود لما يقول بتتاكل من قبل ما تطيب. محمد لما يقول شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عشان هو سخن خالص، عشان انا مديها غلوتين 3 كده. شايفين؟ سخن على الاخر، سخن على الاخر من الفاخر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. لان ربنا هو اللي رزقنا، وربنا هو اللي مدينا، وربنا هو اللي عطينا، وربنا هو اللي واقف جارنا، وكل حاجة حلوة عملها لنا ربنا والله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا مش هيعمل لنا حاجة وحشة خالص اطلاقا. كل حاجة حلوة ربنا عاملها لنا والله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نفضل على جنب. نخش هنا على الخلطة الحلوة بتاعتنا دي. التتبيلة دي ملهاش حل، ما تخلي الفراخ ملهاش حل. شايفين يعني ايه ملهاش حل؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الولاد الملمومين جاري يعني ما اقدرش اقول لكم هم هيموتوا على الاكل، بس استنوا شويه كده لما طيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والله العظيم ما فيه. حطوا لايك واشتركوا في القناه. احمد اما يقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناة. حطوا لايك واشتركوا في القناه. هبه اما تقول لكم حطوا لايك واشتركوا، وجور لما تقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناه. جواهري اقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناه. والله العظيم ما فيها احسن من اللي يربي الفراخ في بيته ويعوز في اي وقت ياكل يطيب يعني تبقى كل حاجه باذن الله موجوده في بيته. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجه حلوه، حاجه حلوه، حاجه حلوه خالص، حاجه فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفراخ دي ملهاش حل. بسم الله ما شاء الله. هندور الفرن، هنولع الفرن اهو وهنحطها على الفرن باذن الله. وطبعا الكوسه كل الناس عارفه الكوسه مش لما تاخد طيبان كتير.
يلا شوية يعتبر طالوا المية زي ما بيقولوا. فين اللحمات اللي كانوا جاري؟ ده الرجل مع راس مع الكلام ده كله، يعني احنا مربين بس مش عمالين حاجة، يعني نكذب على الله. ودي الكبدية الحلوة شايفين؟ كبدية رحمة ما تقول هاتيها اها، شايفين؟ خدي يا عمر اها في الطبق ده اها، رحمة ما تقول لي هاتيها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما فيش حاجة ما تترمي، والله ما نرمي أي حاجة، نكذب ونقول لما نرمي، والله ما نرمي حاجة. كل حاجة ربنا مديها لنا حلوة من عند ربنا وعطية من عند ربنا والحمد لله. قلنا حاجة ما تترمي نبقى احنا ناس مفترين على الله ومفترين وكذابين كمان. احنا مش ما نرمي حاجة، والراس اهي مش الراس مش ما نرميها ولا الرجل. انا بالعكس، طب انا ما بحب الرجل خالص صراحة كده، انا ما بحب الرجول بتاعت الفراخ، يعني ما احبها خالص، يعني ممكن اركب نايب واكل الرجل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجة حلوة خالص. الرجول والراس والأجنحة كله. ده كيلو الأجنحة. دخلت على التلفون عشان اشوف البورصة، عشان خاطر انا جربت ابيع، فلقيت كيلو الأجنحة ب50 جنيه، كان ب55 جنيه حاجة زي كده، يا 50 يا 55. يبقى احنا هنكذب ونقول لما نرمي الأجنحة ونرمي الراس؟ لا والله، ولما نرمي الأجنحة ولما نرمي الراس ولا الكبد ولا القوانص هنكذب؟ شايفين؟ ولا أي حاجة ما تترمي يا أحمد. الحمد لله على كل حال، نحمد الله ونشكر فضله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ خلصنا الأكلة بتاعتنا وهنحطها على الفرن وهنرجع لكم بإذن الله. بإذن الله بعد ما خلصت معاكم الأكل اتفرجوا. بسم الله ما شاء الله، الفرختين دول عملناهم معاكم على الفرن، وهناك الرز. شايفين الرز؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الفراخ؟ شايفين الفراخ البيتي؟ هتعال يا رحمة وراهم الفراخ البيتي، البيت اللي متربية في البيت على العز والنظافة. شايفين؟ والسلام عليكم ورحمة الله.